السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان والأخوات، تحياتي لكم جميعا. شكرا لكم أنكم كتدخلوا عندي. شكرا للناس اللي كدير مشاهدة كاملة، كنعرفهم واحد بواحد، وتادوك اللي ما تيديروش المشاهدة كنعرفكم كلكم. الله يسمح ليكم. انا تنخدم معكم المعقول، ونتمنىكم نتوما تخدموا المعقول. ما كاينش احسن من الصدق والصراحه. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد الغدا ساهل ماهل، تيوجد في الحين وسهل. وفي هذا الصيف الناس ما كيبغيوش ياكلوا هذا الشيء ديال المرقه بزاف ولا شي ثقيله، خفيف ظريف. شويه ديال الدجاج اللي عندكم، الدنجال كذلك. غنديرو في كوكوتي ان شاء الله، فيت فيسع فيسع. الثومه، الدنجال كيبغي ثومه، والدجاج تا هو كيبغي ثومه. انا درت دجاج صايم، ما عنديش انا صدر. نتوما ديروا صدر وديروا الكميه اللي بغيتو. هنا ربيع، هنا ثومه كما كتشوفوا. قطعت الدنجال مربعات صغيره باش يطيب لي في ساعه ويذوب، ما يبقاش واقف صايم. توابل كما العاده، كمون، ملحه، البصار، الخرقوم، سكنجبير، العطريه اللي كديروا، زبور مطحون، الزيت الزيتون او الزيت العاديه حسب الاختيار ديالكم. انا تندير الخرقوم، ناق زبور سميتو حبوب، وشويه القرفه حتى هي كتجي زوينه في هاد الكغطان. جربوها كتجي زوينه. السكنجبير حتى هو. هنا سندير الزيت، راه كاينه مع 2 بصلات كبارين، يعني الدنجال وسميتو الدجاج وها مطيشه، والبصله مطيشه كتجي محمضه فيه زوينه، شي 2 مطيشات كبارين. هنا البطاطا غنحمرها في الفران بشويه ديال الزيت. وهنا ملي غادي طيب ليا هذيك لاصوص تكون خفيفه، ما تكونش فيها لاصوص بزاف، يعني تكون مثقله بحال هكا. راه حيدت الدجاج وحيدت منه العظام وقاديته. هنايا الصوص بيشاميل راه مصيبه. شكون اللي ما كيعرفش الصوص بيشاميل؟ من اسهل ما يكون. كاين اللي كيديرها بالزبده، كاين اللي كيديرها بالزيت، كل واحد والاختيار ديالو. صافي تنديروا لاصوص بيشاميل على داك لاصوص اللي درنا ديال الدجاج والدجاج، كنفرتو عليه هذاك الدجاج اللي درنا من الفوق. والله الا كتجي زوينه، خفيفه ظريفه، كتجي زوينه بنينه. ودرتها في هذا المول كبير عائلي. ثم ديروها في مول انديفيدوال ديال فردي او عائلي اللي حبيتو. الانسان كيتفنن في الطبخ ديالو، اللي خارج واللي كاين في الدار كنستعملوه. ما غاديش نديرو اشياء اللي ما نقدوش عليها. الانسان يمشي على قدر جهده، هذا هو الاهم. هنا غادي نضيف هذيك البطاطا فوق منه حتى هي. ها هو كتشوفوا هنا حطيت المسائل كامله. غنضيف عليه ديك البطاطا المحمره. هنا درت صوص بيشاميل فوق منه باش كيجي لذيذ. ديك الصوص كتعطي واحد اللذه. وهنا كنضيف ديك البطاطا اللي حمرت. صوص بيشاميل ما كنديرش فيها انا الكوزه. انا ما كنحبش الكوزه، ما نبغيهاش. ولا كتبغيو الكوزه ديروها، كيبقى لكم الاختيار، هذا هو الاهم. وصوص بيشاميل انا درت فيها الفرماج
كيذوب من الداخل، كنديروش انا حتى الفوق، كنبغيش يتحرق كنديرو مع صوص بيشاميل صافي، ونوضعوا هذيك صوص بيشاميل عليها ونديوها الفران تحمر. واحد النصيحة عليكم الاخوان والاخوات، تعاملوا بصدق وخدموا بصدق، راه ما كاين ما احسن من الصدق. وهذيك ضحك عليا نضحك عليك، راه ما خداماش، راه كضحك غير على نفسك، ما كضحك على حتى وحده، على نفسك. هذا هو المشكل. والله فوق منك كيشوف الاعمال ديالنا، كل واحد واليد ديالو فين مشات، غادي نتحاسبوا سواء بالاعمال الحسنه او السيئه. الحمد لله حسنه راه مزيانه، ولكن السيئه هي خايبه. الله يهدينا على بعضياتنا، والمشاهده الكامله بصدق. نرفعوا بعضياتنا، حنا القنوات الصغيره نرفعوا بعضياتنا. الناس كيتشكاو المشاهدات نازله لي القناه، هذا هو المشكل اللي كيكون فينا، ما كنشاهدوش لبعضياتنا. علاش ما نشاهدوش؟ نعاونوا بعضياتنا. الله يهدينا. وهي كيف كنجي في الاخير محمره زوينه ولذيذه، ما نقولش لكم خفيف طريف ساهل كيوجد في الحين. ونتمنى لكم الخير، وشكرا للناس القدام وشكرا للناس الجداد اللي دخلوا عندي. الله يجازيكم بالخير. انا تنعرف الناس اللي تيشاهدوا ليا وتنعرف الناس اللي ما تيشاهدوش ليا. الله يهديكم على الناس اللي ما تتشاهدوش، الله يهديكم. راه المشكل انك تخليونا نفقدوا الثقه فيكم، ما نبقاوش نتعاملوا معكم ونردوا لكم بالمثل كما كتعطيو لينا كنعطيو لكم. هذا هو المشكل. عند بالكم مطورين كنا ما مطورينش، كتخسروا الناس اللي كيكونوا معكم مزيانين. هذا هو المشكل. انا بدوري كنجمع الناس مزيانين، نادي المتميزين. انا دائما كنقولها، كنكلاسي واحد الناس معقولين كنديرهم بواحد القائمه، والناس اللي ماشي معقولين كنديرهم في قائمه اخرى. هذا هو المشكل اللي كيكون في الناس اللي كيغشوا، كيسحبوا راسهم. يعني راه تيربحوا ما تيربحوش، تيخسروا طبيعه الحال. وهي كيف كتجي. وسمحوا لي على هذا الكلام، قال قاص احسن من كذاب. تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم بزاف بزاف. واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. الله يجمعنا في الخير مع بعضياتنا دائما. وشكرا على التعاليق الزوينه، وشكرا على التعاليق السلبيه. ماشي مشكل، حنا كنتقبلوا من كلا الطرفين هكا وهكا. وتحياتي لكم ومع السلامه.